للاسف الحلقه اللي سويتها عن يعني حلقه اخوان من المغرب على راسي جايين يحضرون كاس العرب، جابوا لي هدايا، بعض الحلويات وجلبيات واشياء بسيطه يعني. طبعا في بعض التعليقات قريتها يعني لا حول ولا قوه الا بالله، لكن خلونا نقراها لكم يعني. السلام عليكم اخ عبد العزيز، هذه الهدايا مسمومه لكي تقوم انت بشتم بلاد الشهداء الجزائر، حذاري ثم حذاري ان تنزلق في مستنقع المغرب والصهاينه. اسمعوا الهدايا هذه اللي جاتني عشان اسب الجزائر، رشوه. شوفوا التعليق الثاني، هل اشتروك بجلبيه؟ يعني انا بسال اللي علقوا هالتعليقات ان واحد كاتب ان ملك المغرب يبي يرشيك. الحين ملك المغرب يبي يرشيني، يطرش لي شباكيه ولا ما ادري شنو حلويات، يطرش لي سمبوسه وبقلاوه. انتوا صحيين انتوا يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا صراحه عندي اعتراف اعزائي المشاهدين، وصراحه ساكت لكن لابد ان نعلمكم. يعني طبعا بعد الرشوه المغربيه الكبيره، شوفوا اغلى رشوه في التاريخ اخواني الافاضل، اغلى رشوه. تخيلوا ملك المغرب يرشيني هذا يسمونه الشباكيه اول شيء للعلم على حسب ما عرفت، وهذا كعب الغزال. لكن انا صراحه يعني حاسس اني انا مش على بعضي من بعد ما تلقيت هذه الرشوه العظيمه، فحاسس ان افكاري تلخبطت. اخوانا خلونا نجرب الرشوه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلوه الشباكيه عندنا في المغرب. اوف، تحيا اسرائيل، يعيش التطبيع، تطبيع المغرب مع انتوا كده حكومه المغرب، انتوا كده والله صراحه. يعني بعد هالرشوه انا ايدي كوهين حبيبي، ايدي كوهين حبيبي. هذا كعب الغزال، خلينا نشوف. افيخاي اذرعي ولد عمي الخزرج كانوا مع اجداد افيخاي اذرعي في احنا سيم. شوف الرشوه تسوي اخواننا الافاضل. انا ببيع ديني، ببيع شرفي، ببيع ضميري عشان شويه شباكيه. هاي اللي يسمونها شباكيه، ترى والله لذيذه اعزائي المشاهدين. هذه رشوه اخواني الافاضل، نعم هذه رشوه من اجل ان انا ابيع ديني وضميري. وصراحه مش عنبر 8 ولا عنبر 8 مليار ولا مستشفيات امراض الجلديه والعقليه والبتنجانيه راح تشفي العقول المريضه اللي قالوا ان هذه رشوه من ملك المغرب لاجل ان ببيع ديني وضميري. اهلي في المغرب والله انا احبكم، وشكرا على هالهديه. والله ان هذه الهديه وحبكم لي اغلى من كنوز الدنيا وما فيها، ويعطيكم الصحه والعافيه.